بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة جول كيبر، انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد. معانا كم خبر، قنبلة قنبلة قنبلة. الدنيا شعللت في الزمالك، ولعت. اللعيبة ادت مهلة 48 ساعة للإدارة، لو ما خدوش مستحقاتهم مش هيشاركوا في التدريبات ولا هيستعدوا للقاء الجونة اللي هيقام السبت. انذار شديد اللكة. الراجل يانك فريرا وافق على الكلام ده، وادى اللعيبة راحة يومين، وبلغ الإدارة إن اللعيبة قبل ما ترجع للتدريبات لازم تاخد حقوقها المالية. مفيش حقوق مالية، اللعيبة مش هتشارك في التدريبات، مش هتشارك في التدريبات. مشهد صعب جدا. شيكابالا فتح النار على يانك فريرا مدرب الفريق، وقال لك الراجل ده بتاع مشاكل وكل شوية يفتعل أزمة ومشكلة كبيرة مع لاعب في الفريق. قال لك شوية اتخانق مع الجزيري، وقبل لقاء القمة اتخانق مع شوكوبانزا، وقال لك راجل دايم الخلافات والمشاكل مع اللعيبة. وبعد كده هاجمه بشدة بسبب لقاء القمة، وقال انه كان مرتعش وخايف والزمالك كبير عليه، وقال ان هو ما قراش المباراة كويس وما عرفش يدير اللقاء، وعمل اخطاء كارثية في المباراة. شايف ان استمراره مش هيؤدي لبطولات. شيكابالا شايف ان الزمالك مع لعيبة كويسة، بس عايز مدرب يوظف اللعيبة دي، عايز مدرب يوظف اللعيبة دي. يانك فريرا ليه فلوس، ليه شهرين متأخرين. ده برضه مشهد صعب، ده برضه مشهد صعب. طبعا أزمة المستحقات دي أزمة عنيفة، يعني عاملة مشاكل جامدة جدا جدا جوه الزمالك، مشاكل جبارة. إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق هاجم عبد الله السعيد، قال لك كان تايه سرحان، أسوأ مباراة ليه، وقال لك لما أهدر ضربة الجزاء معنوياته انخفضت خالص، بقى مشتت جوه الملعب. وقال لك الناس اللي بتتكلم على الأوفر اللي عمله آخر اللقاء لعمرو ناصف واللعبة بالراس جت في العارضة، قال لك لما لاعب عنده 41 سنة بيلعب في الدوري بقاله أكتر من 22 سنة ما يعرفش يعمل أوفر، قال لك ده ساعتها دي تبقى كارثة كبيرة جدا. بالنسبة لعبد الله السعيد لما كان بيلعب في بيراميدز أي مباراة كبيرة كانت بتعرقب مع كرونوسلاف مدرب بيراميدز كان بيطلع عبد الله السعيد، كان أول تغيير ليه جوه الملعب عبد الله السعيد. عبد الله السعيد الراجل ما عندوش أي جهد خالص، ما عندوش أي جهد خالص. طبعا ده مشهد احنا عارفينه كلنا، مشهد احنا عارفينه كلنا. ميدو برضه حمل يانك فريرا مسؤولية هزيمة الزمالك، قال لك الراجل ما حضرش للمباراة بشكل جيد، إدارته سيئة جدا للمباراة، وقال لك الراجل ده من ساعة ما جه الشوط التاني بيهرب منه، مع ان كلنا عارفين الشوط التاني ده شوط مدربين، فلما يهرب منه الشوط التاني ده يبقى شيء غريب، حاجة غريبة جدا. فبرضه ميدو بيحمله هو سبب خسارة الزمالك. ميدو أشاد بلعيبة الأهلي، والحقيقة لعيبة الأهلي كانوا رجالة قوي في الشوط التاني، بان إن عندهم إصرار على تصحيح الأوضاع، وقال لك الروح كانت عالية جدا والتركيز بتاعهم زاد. قال لك لعيبة الزمالك حاولت ترجع مش بتعليمات المدرب، برغبة اللعيبة جوه الملعب. قال لك المدرب كان بيتفرج زيه زينا، يانج فريرا. ميدو قال لك الشوط الثاني كان بيتفرج زيه زينا. عندنا بقى يا جماعه تريزيجيه هيغيب عن لقاء الاهلي وكهرباء الاسماعيليه يوم السبت بسبب الايقاف 3 انذارات.
طبعا خلع التيشيرت بعد ما سجل هدف ضربة الجزاء، خد الانذار وده الانذار الثالث. وانا ضد مسألة خلع التيشيرت ده، لان ممكن لعيب يخلع التيشيرت ياخد انذار بعديها بدقيقتين ثلاثة يعمل فاول او خطأ ياخد عليها انذار تاني ويطرد. فانا ضد مسألة خلع التيشيرت، ضد مسألة خلع التيشيرت. كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الاهلي قدم تهنئة للاهلي والزمالك، قال لك بقدم تهنئة للفرقتين ولاعيبه الفرقتين على المجهود الكبير اللي بذلوه وعلى المستوى الفني الجيد جدا اللي كان في الملعب. ولكن الحقيقه الفرقتين قدموا مباراه كبيره والاثنين سعوا للمكسب. قال لك لكن احنا كان عندنا اصرار اكتر، موقفنا كان صعب، كان لابد من تحقيق الفوز. قال لك لكن في النهايه لقاء القمه يليق باسم مصر وباسم الكره المصريه. وقال لك مستنيين عوده المصابين هيدوا قوه كبيره للفريق. وقال لك التغييرات عملت نجاحات جامده جدا لينا، خلتنا احنا الاعلى جوه الملعب. وقال لك بشكر كل اللعيبه واللعيبه كلها منضبطه وكلهم كان عندهم رغبه في تحقيق الثلاثه بونت. وراجل قال لك الزمالك فريق كبير جدا والفوز على الزمالك معروف بيعلي معنويات اللعيبه بصوره كبيره جدا. وقال لك حتى لما احنا كنا بنلعب لقاء القمه دايما بيفرق مع اي لاعب يحقق فيه المكسب. طاهر عنده شد في العضله الاماميه. طاهر خرج ونزل حسين الشحات. طبعا حسين تعملق وتألق وابدع الراجل جوه الملعب. عندنا بقى يا جماعه كابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي عاتب على الكابتن عماد النحاس، قال لك انا عندي عتاب على عماد النحاس، لعيبه الاهلي مش هم لعيبه الاهلي في الشوط الاول. وقال لك اللعيبه دخلت المباراه متاخر. وقال لك انا بحذر من المشهد ده. قال لك ممكن في مباراه اخرى لو غبنا في دخول اللقاء ممكن نتاخر في النتيجه والدنيا تتصعب علينا. فقال لك لازم عماد يخلي باله من المشهد ده، ان لعيبه الاهلي يدخلوا اللقاء بدري. قال لك الزمالك دخل اللقاء بدري وهدد مروه الشناوي في اول 10 دقائق باكثر من فرصه خطره. قال لك لكن تعملق الشناوي وخط دفاع الاهلي ساهم ان اول 10 دقائق مروا على خير. مش عاجبه اداء الفريق الشوط الاولاني، قال لك في اخطاء كتير لازم يتم مراجعتها. قال لك لكن الحقيقه في الشوط الثاني تم تدارك عدد كبير جدا من الاخطاء، بقى في اصرار كبير عند لعيبه الفريق، عندهم حماس للريمونتادا، ادراك التعادل، صنعوا اكتر من هجمه خطره، سيطروا على اللعب، نجحوا ان هم يضغطوا الزمالك. قال لك عملوا شوط تاني جيد جدا. وقال لك اللي ساعد في تحقيق الريمونتادا التغييرات. وقال لك بشيد طبعا بالتغييرات لان التغييرات فرقت بصوره كبيره جدا مع الفريق. العريس والنجم حسين الشحات قال لك احنا قبل اللقاء اتجمعنا واللي جمعنا ياسر ابراهيم وتعهدنا كلنا على المكسب. وقال لك طبعا ماتشات الزمالك دايما بتبقى صعبه وفيها ضغط جماهيري كبير. وقال لك كنا عارفين اهميه المباراه وكان لازم نظهر بشخصيه البطل. واتكلمنا كلنا مع بعض ان حتى لو اتاخرنا خلال سير اللقاء بهدف او اتنين يبقى عندنا اصرار في العوده وما نفقدش تركيزنا، وده شيء كويس جدا. اي مباراه انت ما تعرفش سيرها ايه، ممكن كره طايشه تدخل، اهم حاجه ما تفقدش تركيزك. الشحات قال لك تعهدنا ان احنا ما نفقدش تركيزنا، وقال لك حافظنا على الموضوع ده بصوره كبيره. وقال لك انا نازل وكان عندي عشم ان انا اكون موفق وافيد الفريق. قال لك الحمد لله ربنا وفقني ونجحت في افاده الفريق وبهدي المكسب لجماهير النادي الاهلي. كابتن عماد النحاس قال لك عملنا مباراه كبيره امام فريق كبير، في اخطاء ظهرت هنتكلم فيها. قال لك كان يهمنا الثلاثه بونت، يهمنا عوده الروح، يهمنا عوده الثقه بيننا وبين الجمهور. وقال لك حسين الشحات عايز يرجع وعايز يثبت نفسه عشان يشارك في البطوله العربيه مع منتخب مصر الثاني، عنده اصرار على كده، مجتهد بصوره كبيره في التدريبات. وشفتوا منتخب مصر الثاني خلى اللعيبه عندها رغبه انها تكون موجوده في البطوله العربيه.
فقال لك الراجل بيبذل مجهود كبير جدا في التدريبات، مركز بصوره كبيره. والنحاس كشف حاجه مهمه جدا. قال لك ليله المباراه اتكلمت مع حسين، قلت له ان شاء الله انا هديك في المباراه، عايزك تكون مركز حتى لو هتلعب دقيقه واحده، حتى لو هتلعب دقيقه واحده. المشهد ده مشهد مهم جدا، ان المدرب يأهل لعيبه ويأهل اللاعب بتاعه قبل ما يلعب، ان اللاعب يبقى مركز قوي، عشان لما يقول له يلا هو عامل في حساباته انه في يلا، في ملعب، انا نازل، ما يفاجئوش كده. لا، هي المفاجأة ساعات ايجابية وساعات سلبية، لكن لما تأهل اللاعب قبلها يبقى قاعد كده على الدكة مركز في الماتش. انا لو نزلت هعمل كذا كذا، انا كذا كذا، انا هنزل دلوقتي كمان شوية، يبقى انا لو نزلت. ده شيء مهم جدا جدا. عشان كده برافو على عماد النحاس، خلى اللعيب بتاعه جوه المباراة مش بره المباراة. عشان كده الشحات لما نازل فايق مركز، عارف هو هيعمل ايه، عارف هيروح ازاي، عمل شغل عالي. تحسب لعماد النحاس حاجة ممتازة جدا جدا. عماد النحاس قال لك زيزو طلب مني المشاركة، لكن انا كده ابقى بخسر اللاعب. برافو عليه برضه. لاعب لسه راجع من اصابة. قال لك مباراة الزمالك دي مباراة كبيرة جدا، منافس قوي جدا، بنقابل كواليتي عالي من اللعيبة، لسه مش في كامل لياقته البدنية، انا كده لو دفعت بيه ممكن اخسره فترة طويلة. فقال لك انا اتكلمت معاه وقلت له مش هينفع تشارك، لان انا شايف ان انت لسه محتاج وقت للتأهيل. طبعا هو ده الصح، ما ينفعش اللعيب ينزل وفي الاخر يتعور تاني ويرجع يغيب فترة طويلة، ده يبقى شيء صعب جدا جدا جدا. عندنا بقى يا جماعة جماهير النادي الاهلي هتفت هتاف كبير جدا للشحات، هتفت هتاف جبار، وقلت لك انا غاوي انا غاوي الشحات اهلاوي. والشحات ما اعتقدش انه هيرحل بره الاهلي في يناير بعد المستوى الكبير قوي اللي هو قدمه ده. اعتقد الاداره هتتمسك باستمرار الشحات، ممكن يرحل حد تاني، ممكن يرحل حد تاني. بن شرقي عمل مشهد جميل جدا جدا، مشهد رائع. راجل بعد المباراه راح واسى لعيبه الزمالك، سلم على كل لعيبه الزمالك، سلم حتى على الجهاز الفني. ده مشهد محترم جدا. الراجل كان بيلعب في الزمالك قبل كده، والروح الرياضيه دي اهم شيء طبعا. وده مشهد الحقيقه مشهد محترم جدا جدا. كابتن عصام مرعي لاعب الزمالك السابق، الراجل بيقول لك اخطاء فيريرا لا تغتفر. قال لك اخطاء فنيه رهيبه. قال لك الشوط الاولاني مستحوذ على كل شيء، ومع ذلك عمل كام هجمه في البدايه، بعد كده ما كملش الهجوم وما كملش الضغط على النادي الاهلي. قال لك في لقاءات القمه الفرصه بتيجي مره واحده. الزمالك جات له فرصه في الشوط الاولاني انه يسجل، يتقدم، يغطي الهدف اللي جابه، ما عملش كده. الفرصه جات للاهلي استغلها، انه سجل التعادل واضاف على الهدف هدف. طبعا لقاءات القمه بيبقى فيها طبعا فرص ولازم تستغلها. وقال لك ان للاسف الزمالك غايب عنه ديفندرات، بيقول لك معرفش فين محمود جهاد، معرفش فين احمد ربيع، محمد الشحات فرق كتير جدا، غيابه اثر مع الزمالك. وقال لك مباراه المحله مش هتكون سهله، الزمالك عنده المحله يوم السبت. انتوا عارفين الكابتن علاء عبد العال مباراه هتبقى صعبه، الزمالك هيفقد فيها بنار، الزمالك هيفقد فيها بنار. احمد بلال مهاجم النادي الاهلي السابق بيقول لك صداره الزمالك للدوري وهميه، والاهلي سيعود للصداره وسيعود لمكانه الطبيعي. وقال لك لعيبه الزمالك ما عندهمش ثقه في نفسهم، عكس لعيبه الاهلي كان عندهم ثقه كبيره. وقال لك ما اقدرش انكر ان الزمالك قدم مباراه كبيره في الشوط الاولاني، ما اقدرش اتغافل المشهد ده. قال لك الزمالك قدم مباراه كبيره في الشوط الاولاني، لكن ما نجحش غير في هز شباك الشناوي بضربه جزاء مشكوك في صحتها، ده كلامه. قال لك الشوط الثاني كله يحسب للنادي الاهلي، والاهلي كان يقدر يزود عدد الاهداف ويقدر يخرج بنتيجه كبيره لو اللعيبه وفقت في الفرص اللي اتيحت ليهم نهايه اللقاء. هنرجع تاني للقمه ونرجع تاني على لاخبار الاهلي والزمالك. بس عندنا خبر كده يا جماعه، خبر غريب، خبر غريب يعني. بيقول لك المغرب
دولة المغرب الشقيقة، المملكة المغربية. المغرب بتلعب معانا في كأس العالم للشباب. احنا الحمد لله اتلبينا من اليابان 2-0 الحمد لله، ما شطناش ولا كرة على الجون غير كرة واحدة في ايد الجون بس، شاط احمد خالد كباكا بس طول ال 90 دقيقة. عملنا مباراة تاريخية، مباراة تاريخية. فرقة رايحة طيران اكتر من 16 ساعة تروح تشوط كرة في ماتش ب 90 دقيقة. المغرب يعني عملت حاجة كده غريبة، فازت على اسبانيا 2-0. تخيل يا راجل، تخيل. المغرب، منتخب الشباب بتاع المغرب فاز على اسبانيا، ملوك الكرة في العالم دلوقتي. الاسبان ومنتخبات اسبانيا ملوك الكرة في العالم، فازت عليهم المغرب 2-0 مع الرأفة، مع الرأفة. اتمتع، متع عينيك واتفرج على مواهب لعيبه المغرب، واشكالهم باينه ان هم عيال طبيعيين، باينين ان هم تحت 20 سنه مش مزورين، اشكالهم باينه قوي ان هم عيال طبيعيين. اتمتع بالواد الهاف الشمال بتاعهم، اتمتع، اتمتع بالكرة والمهارة، اتمتع، متع عينيك بالكرة والمهارة. فازوا على اسبانيا 2-0. المغرب بعدت عننا قوي، راحت في حتة تانية، لان احنا متدمرين في الناشئين، متدمرين. طبعا فريق الشباب ده ناشئين، احنا متدمرين. عندنا 80% من الناشئين مزورين، ضاربين سنتين وثلاثة، والملاعب بتاعتنا كده غرقانة مزورين. وابو ريدة ولا بيعمل اي حاجة. امسك يا ابو ريدة 5-6 وديهم على النيابة، وديهم على النيابة. احنا غرقانين، ملاعب غرقانة مزورين. ما عندكش مواهب، ما عندكش مواهب. ده احنا لو تعادلنا مع اسبانيا كنا رقصنا، كنا نزلنا كلنا كده ميدان التحرير وقعدنا نرقص لو تعادلنا مع اسبانيا. ده المغرب فازت على اسبانيا مع الرأفة، مع الرأفة. بتعمل كورة ما حصلتش، عيال صغيرة سليمة، مواهب. انت ما عندكش ده خالص خالص، ما عندكش ده خالص. والمنتخب اللي جاي برضه منتخب شباب جبار، جنوب افريقيا، منتخب جبار. مسكنا في استاد القاهرة هنا نفخنا نفخنا، وعيال برضه سليمة ومواهب. ما عندكش مواهب، ما عندكش أي حاجة. عندك مزورين نمل كده في ملاعب الناشئين، ضاربين سنتين وثلاثة، والموهبة والعيل السليم بيموت على الرصيف. وعندك أكتر من 95% من مدربين الناشئين بيبوسوا دماغ المزور عشان ينقذهم في الملعب ويشيلهم في الملعب، لأن عندك 95% من مدربين الناشئين ملط الملط، ملط الملط. المغرب جايه وجنوب افريقيا جايه، والسنغال دي راحت في حته تانية. السنغال راحت في حته تانية. حل مشاكل التزوير، تحويل العيال المزوره للنيابه، والملاعب غرقانه مزورين يتحولوا للنيابه. عندنا بقى يا جماعه، احنا هنلاعب فريق نيوزيلندا بعد ساعات. دي فرقه سهله قوي وغلبانه، هنغلبها بقى ونعمل الجو وكده، بعد كده اللي تمسكنا تشيلي تلبنا ونرجع. موضوعنا بسيط يعني، احنا موضوعنا بسيط موضوعنا بسيط. هنتلب من تشيلي ونرجع، بس هنفوز على نيوزيلندا. نيوزيلندا دي طيبه، نيوزيلندا دي فرقه طيبه. اوكلاند سيتي بتاع نيوزيلندا واحنا بنغلبه على طول في كاس عالم انديه انتر كونتيننتال، اي حته يعني بنغلبهم على طول. نيوزيلندا دوله غلبانه في الكوره، هنفوز عليها ويقول لك احنا راجعين، احنا جامدين، احنا مش عارفه ايه، فرص التاهل تيجي تشيلي تلبنا نرجع على طول. عندك بقى الراجل الدنماركي جي ثورب اللي الاهلي بيفاوضه. الراجل ده تابع لقاء القمه، وعمل احصائيات وعمل تقرير عن لعيبه النادي الاهلي. طبعا اسامه هلال موجود معاه دلوقتي، موجود معاه فين؟ موجود معاه في الدنمارك علشان يخلص معاه الليله، والراجل يجي يتولى تدريب النادي الاهلي. مهندس فرج عامر قال لك قمه الدوري هي قمه الشحات، وقال لك لقاء القمه قمه الشحات، وقال لك الشحات عمل كل حاجه في الكوره. لما نزل الراجل بذل مجهود كبير، عمل مهاره، سجل هدف جميل بذكاء ودهاء، حصل على ضربة جزاء صحيحة. قال لك الحقيقة أفاد فريقه بصورة كبيرة.
فاكرين اللاعب اللي اسمه كيفن كارلوس، المهاجم النيجيري اللي معاه جنسيه اسبانيه. الاهلي فوض اللاعب ده في الصيف، وصل معاه الاتفاقات، لكن السيوله الماليه ما نهتش الصفقه. الاهلي كان مستني فلوس وسام ابو علي يشتري كيفن كارلوس، فلوس اتاخرت، القيد قفل في مصر. كيفن كارلوس راح نادي الاهلي ليه علاقه بيه كبيره قوي قوي قوي، وحصل بين الاهلي وبين النادي ده تعاملات جامده قوي. كيفن كارلوس راح نادي نيس الفرنسي اللي بيلعب فيه محمد عبد المنعم. الاهلي ليه فلوس عند نيس، باقي فلوس عبد المنعم، واتعامل مع نيس، تم التعامل. طيب ايه الجديد؟ الجديد ان الراجل وكيل كيفن كارلوس فاجئنا بتصريحات خطيره جدا جدا. اقول لكم الاول اسمه ايه. الراجل اسمه لالو بينافيل. بينافيل وكيل كيفن كارلوس قال لك ان اللاعب عنده عرضين في يناير. عرضين في يناير. مين اللي عايزه؟ قال لك في ناديين بيتواصلوا معايا وعندهم رغبه في ضم كيفن. اول نادي قال لك بشكتاش. قال لك بشكتاش التركي كلموني وعندهم رغبه في كيفن. وقال لك تاني نادي النادي الاهلي المصري. النادي الاهلي المصري تواصلوا معايا وعرضوا عليا الحصول على كيفن اعاره. الحصول على كيفن اعاره، ثم بعد كده تحويل الاعاره لبيع نهائي. يعني الاهلي عايز يجيب كيفن الاول اعاره، وبعد كده ان شاء الله اللعيب ينجح الاهلي يحول الاعاره لبيع نهائي. بعد كده الراجل بينافيل وكيل كيفن قال لك كيفن صاحب عقليه احترافيه وكل شيء يعتمد على العرض الذي سيحصل عليه. يعني لعيب محترف، اهم حاجه العرض. الراتب بتاعه هيكون كام؟ اهم حاجه الراتب بتاعه هيكون كام؟ طب نيس هيرحب باعاره اللاعب او بيعه؟ قال لك مفيش مشكله خالص. لو عرض جيد نيس هيرحب برحيل كيفن. لو عرض جيد نيس هيرحب برحيل كيفن. النادي السويسري اللي كان بيلعب فيه كيفن نادي فاردون، هو كان ملك بازل بس كان معار لفاردون. النادي السويسري اللي هو بازل بقى مش فاردون، بازل كان عايز يبيعه ب4 مليون دولار. هو باعه بالرقم ده، هو باعه نيس بالرقم ده، كان متمسك بيبيعه ب4 مليون دولار. طبعا الاهلي الاول هياخدوا اعاره، عايز ياخدوا اعاره وبعد كده يحول الاعاره لبيع. هنتابع ونشوف. طبعا اللعيب ده لعيب جامد جدا، مهاجم خطير، والاهلي مركز معاه من فتره، والاهلي كان عايز يجيبه. اللعيب كان رحب، وكيله ده كان رحب في الصيف، بس زي ما قلنا السيوله الماليه منعت الامر. بس كده الاهلي بيتفاوض مع كيفن كارلوس وعنده رغبه لضمه في يناير. هو نيجيري ومعاه جنسيه اسبانيه. هنتابع ونشوف الملف ده. انا قلت لحضراتكم على مساله الشحات. الشحات مش هيرحل، قلت في لاعب اخر هيرحل. معلش انا قلت معلومه وهرجع اكررها تاني. زيزو هيرحل في يناير. زيزو هيرحل في يناير. النادي الاهلي هيبيع زيزو في يناير، وزي ما قلت النادي الاهلي ما دفعش حاجه في زيزو، حصل على اللاعب فري فهيبيعه. ممكن يطلعوا اعاره، ممكن يطلعوا اعاره، وممكن يبيعوا، بس الرغبه الاولى البيع. الرغبه الاولى البيع. ده قرار متاخد قبل القمه وقبل مباراه الزمالك، فانا بس بفكر حضراتكم بالامر. جراديشار الراجل عنده شد في الخلفيه، هيعمل اشعه خلال ساعات قليله عشان يتحدد موقفه من لقاء كهرباء الاسماعيليه. كهرباء الاسماعيليه لقاء يوم السبت باذن الله تعالى. اخواتي وحبايبي واصدقائي، بشكركم جدا جدا. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.